نعاود نرجع مسؤولية المثقفين في التيار المتطرف، ومسؤولية السلطة المتساهلة على السلطة أن تشدد إجراءاتها وتعاملها مع هذه المجموعات وهذه الجماعات وهذا الخطاب الذي يعيدنا إلى بداية التسعينات. لأجدد ترحمي واحترامي الشديد للمجاهد البطل المرحوم خالد نزار الذي أنقذ الجمهورية وتحمل المسؤولية الكاملة واتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. الآن نحن نعيش نفس الظروف للأسف الشديد، نعيش نفس الظروف وفي منعرج خطير. إذا تركنا أمثال هدام وغيره اللي كانوا سبب في مقتل آلاف وتشريد وضياع آلاف، إذا كان نخلوه بعد 35 سنة يعاود يرجع وينشر بيانات ومقالات ويتكلم وكذا وكذا وكذا، لا،